السلام عليكم، وانا انس خالد. حلقه النهارده بعنوان ايرادات السينما المصريه في الفتره الاخيره. يعني هنذكر اعلى 10 افلام جابوا ايرادات في السينما المصريه في اخر اسبوع. من غير ما نطول في المقدمه بنخش للمركز العاشر على طول. فيلم فيراري، واللي جمع ايرادات تقدر ب 282,041 جنيه. كمجموع ايرادات كليه برضو نفس الرقم 282,041 جنيه. ونروح للمركز التاسع. فيلم ليه تعيش لوحدك، واللي جمع ايرادات تقدر ب 284,370 جنيه. وكايرادات كليه برضه نفس الرقم 284,374 جنيه. ونروح للمركز الثامن. فيلم وانكا، واللي جمع ايرادات اسبوعيه تقدر ب 762,376 جنيه. اما ايراداته الكليه فهي 4,848,504 جنيه. ونروح للمركز السابع. فيلم انا وابن خالتي، واللي جمع ايراداته تقدر ب1,350,686 جنيه. اما ايراداته الكليه فهي برضه نفس الرقم. ونروح للمركز السادس. فيلم عصابه عظيمه، واللي جمع ايراداته تقدر ب1,617,313 جنيه. اما ايراداته الكليه فهي برضه نفس الرقم. ونروح للمركز الخامس. فيلم شماريخ، واللي جمع ايراداته تقدر ب 2,386,738 جنيه. اما ايراداته الكليه فهي 24,708,050 جنيه. ونروح للمركز الرابع. فيلم اكوامان اند ذا لاست كينجدوم، واللي جمع ايرادات اسبوعيه تقدر ب 3,081,844 جنيه. اما ايراداته الكليه تقدر ب 10,949,652 جنيه. ونروح للمركز الثالث. فيلم الحريفه، واللي جمع ايراداته تقدر ب 3,837,637 جنيه. اما ايراداته الكليه فهي برضه نفس الرقم. ونروح للمركز الثاني. فيلم الاسكندراني، واللي جمع ايراداته تقدر ب 8,635,399 جنيه. وكايرادات كليه برضه نفس الرقم، لان الفيلم في اول اسبوع عرض ليه. ونروح للمركز الاول. فيلم ابو نسب، واللي جمع ايراداته تقدر ب 9,277,625 جنيه. وكايرادات كليه 31,685,483 جنيه. وبكده ابو نسب هو اكتر فيلم حقق ايرادات اسبوعيه في الفتره الاخيره في السينما المصريه، واكتر فيلم حقق ايرادات كليه موجود معانا في القائمه دي. وبس كده. لو عجبك الحلقه ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.